ما زلنا في تمهيد أنفسنا وإعدادها لشهر رمضان الأبرك، وحق لهذا الشهر أن تتخذ له الأيام، بل الأشهر، لما لا، بل العمر كله طريقا للاستعداد والتهيؤ، لأنه شهر التوبة النادرة، لأن توبة رمضان ليست كأي توبة، ولأن رحمة الله في رمضان تفيض على المؤمنين ولا كأي وقت ولا كأي شهر آخر، ولأن الإقبال والفرصة التي تعطى للمؤمن في هذا الشهر لا تعطى له في غيره من الأشهر، لأن ميزان الابتلاء في رمضان يكون لصالح المؤمن. الله جل وعلا جعل كوامن الخير وكوامن الشر معا في الإنسان متوازيين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل له الملائكة تأمره بالخير وتلهمه الخير وترشده، وجعل له الشياطين تستفزه وتناديه إلى الشر وإلى البلايا. في رمضان هذا الميزان لا يكون على هذا الوزان، لأن الله جل وعلا يضعف من جانب الشيطان، كما رأينا في الحديث الذي ذكرناه قبله: وصفدت الشياطين أو سلسلت. فإذ تسلسل وتصفد الشياطين في رمضان فإن الإقبال على الشر يضعف، ولا يبقى آنئذ إلا وازع الشر في النفس، وتضعف وسوسة الشيطان، فآنئذ الخير غالب في الكون كله، الملائكة تتنزل والخير تنفتح السماوات، أبواب السماء كما في الصحيح، تنفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب الجحيم. فلذلك الفرصة فعلا تكون أعظم وأوسع للمسلمين في هذا الشهر، وهذا أمر مشاهد محسوس، شيء كنشوفوه كل عام. فكثير من الضالين والتائهين يتوبون في هذا الشهر الكريم، نعم، بعضهم يعود أدراجه القهقراء بعد خروج رمضان، ولكن كثير منهم كيبقاو شادين. عدد كبير من الناس تكون له فرصة رمضان فرصة للتوبة النصوح، وخا كيخرج رمضان ما كيعاودش يخرج هو من الدين ومن التدين، وإن كان كثير فعلا يضعف ويلين بعد رمضان، لأنه كيرجع ميزان الابتلاء للأصل ديالو. لهذا إذن يستحق فعلا منا هذا الشهر أن نستعد له قبل حلوله. أما إذا حل فما بقي آنئذ لنفس لم تستعد ولم تتهيأ إلا قليل من الفرص. أن الكلام على رمضان خصو يكون الآن في شعبان وليس في رمضان، لأن رمضان وقت ديال الخدمة، فمن لم يتهيأ بأدوات العمل حتى فاجأه رمضان فإنه لا يستطيع الإقلاع كما ينبغي، ولا يستطيع أن يكون فعلا على الوزان المطلوب منه شرعا، وما يستحقه منه هذا الشهر الكريم المبارك. رمضان للتوبة بكل معانيها، التوبة من الضعف واللين في الدين، نهيئ أنفسنا لذلك. أصحاب المساجد، أصحاب العبادات والصلوات، نحتاج إلى تصحيح أعمالنا وإعادة ترتيبها من جديد في هذا الشهر المبارك، لأنهم ضعفوا عن إتيان المساجد والصلوات والخمس بالجماعات وغير ذلك، ضعفوا كثيرا كالضعف الهمة. فرمضان فرصة نادرة لإعادة ترتيب حياة العبد، حياة التعبدية للعبد من جديد، وأيضا فرصة لمن ابتلي بأنواع البلايا من فسق أو فجور أو أي نقيصة أو مثلبة أخرى من أفعال الشيطان. رمضان مناسبة للانقطاع عن ملذات الشهوات المحرمة ومقاطعة إبليس واتخاذه عدوا، ومصالحة الرحمن جل وعلا. ورمضان في سنوات الأمة هذه الأخيرة
فرصة أندر وفرصة نادرة في الحياة، ولكن الآن كتزاد القيمة أكثر، لأن وسائل التضليل في العالم مما تبثه كل الوسائل أخطر. يعني الحياة الدينية في هذا الزمان صعبة جدا كما يعلم الجميع، وكما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل حينما تحدث عن أجيال المسلمين في أزمنة الأمة المتأخرة. ولا شك أن زماننا هذا من ذلك. لا يختلف في هذا الأمر عاقلان ممن يعرف تاريخ الدين وطبيعة العصر الحاضر، حينما أنبأ عليه الصلاة والسلام أن القابض على دينه يكون كالقابض على الجمر. فعلا هذا الذي نشعر به يوميا صباح مساء، أنت تقبض على دينك وكل شيء حولك يأمرك بأن تطلق وأن ترخي وأن تبتعد عن الدين وأن تنقطع. ليس وساوس الشيطان وحسب، بل صرخات شياطين، صرخات إبليس. تكاد الأسوار والأشياء تستفز الناس لينغمسوا في المحرمات بشتى أشكالها وشتى ألوانها. يخطئ كثير من الناس حينما يعول في مثل أزمنتنا هذه، أزمنة الفتن والمحن والإحن، يعول على الأمل الكاذب إلى رمضان مقبل، إلى عمرة مقبلة، إلى حجة مقبلة، إلى موت قريب. إلى أين؟ مادة العمل في رمضان، يعني الشغل ديال الخدمة أو الخدمة ديال رمضان، مادة العمل في رمضان بنص القرآن هي القرآن. كثير الخيرات اللي يدير الإنسان في رمضان، كثير من الصدقات، وقد كان فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الإنسان يكثر من الصدقة، يكثر من جميع أنواع الخيرات، لكن الرأس تاج ديال الأعمال الصالحة، تاج العمل الصالح في رمضان القرآن الكريم. قياما، يعني ملي تقوم الليل راه القرآن اللي خدام، قياما وتلاوة وتدارسا وتدبرا، كل ما نص عليه الله جل وعلا من مداخل القرآن في القرآن. الأبواب ديال القرآن راه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خدم بها وبينها الله تعالى في كتابه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية هذه اللي كتكلم على وظائف النبوة، يعني الخدمة ديال الرسل وديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشكل خاص، كلها الخدمة دايرة على القرآن الكريم، منه المنطلق وإليه الموئل والمرجع. ولذلك لما رب العالمين عرف رمضان، بغى يقول لنا رمضان شكون هو، قال لنا رمضان هو هذاك الشهر اللي جاء فيه القرآن، عرفه بأبرز صفة فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني أي واحد فينا ولله المثل الأعلى ولا منشحة في المثال، يعني كتكون عنده صفات متعددة. الصفة ديال المهنة ديالو، قد يكون حرفيا صباغا أو حدادا أو طبيبا أو مهندسا أو أستاذا، عنده الصفة ديال المهنة، وعنده الاسم ديالو الشخصي والعائلي ديال القبيلة ديالو، وعنده النسبة ديال المدينة ديالو، يكون مكناسيا أو طنجيا أو إلى آخره، يعني منسوب المدينة، تنسبوا للوطن ديالو، تنسبوا للدين ديالو. فإذا أردت أن تعرفه حق التعريف فيمكن لك تعرفه بأي واحدة من هذه الصفات ديالو، ولكن عادة الإنسان على حسب الظروف كتعرفه بأحب الصفات إليه، بأحب الصفات إليه. يعني